بمسلسل كبير مثل باب الحارة، كل ممثل كان له لحظة أولى، أول مشهد، أول كلمة، اللحظة اللي عرف فيها الجمهور إنه رح يصير جزء من هالعالم الشامل الجميل. بهذا الفيديو رح نرجع لأول ظهور لأكبر نجوم باب الحارة، ونشوف كيف دخلوا لأول مرة على الحارة. العكيد أبو شهاب، سامر المصري. أول ظهور للعكيد أبو شهاب كانت دخلة ما بتنتسى، داخل على حصانه وماشي بين رجال الحارة والكل عم يطلع فيه بإعجاب. من أول لقطة فهمنا إنه هاد هو العكيد اللي رح يصير رمز للمسلسل. أبو عصام، عباس النوري. أول مرة شفنا فيها أبو عصام كانت وهو بدكانته عم يحكي مع أهل الحارة بهدوء وبهيبة. واضح أن الدكتور اللي الكل بيرجع له واللي كلمته مسموعة بالحارة. معتز، وائل شرف. أول ظهور لمعتز كان شاب صغير مليان حركة وشقاوة، كان واقف قدام أبوه أبو عصام، وبين من البداية إنه شخصيته قوية بس قلبه طيب. النمس، مصطفى الخاني. النمس ما فات مثل باقي الشخصيات، ظهر بأول مشهد وهو ساكت عم يراقب من بعيد. نظرة واحدة كانت كافية نفهم إنه هالزلمة مو سهل أبداً. أبو بدر، محمد خير الجراح. أول ظهور لأبو بدر كان طريف بدون ما يقصد، داخل على البيت خايف من فوزية وعم يحاول يبرر شي ما له علاقة فيه. أساساً من أول لحظة عرفنا إنه شخصية طيبة وبيقع بالمصايب من غير ما يحس. أبو النار، علي كريم. أول مرة ظهر فيها أبو النار كانت مواجهة مباشرة مع رجال الحارة، صوت عالي، حضور قوي، وهيبة بتخلي اللي قدامه يعيد حساباته. من أول لقطة بين إنه عدو مو بسيط. سعاد خانم، صباح الجزائري. أول ظهور لسعاد خانم كان وهي عم ترتب شؤون البيت وتهتم بالنسوان. طلتها كانت هادية بس مليانة قوة واحترام، أم الحارة عن جد. أول ظهور لكل شخصية مو بس لقطة، هي اللحظة اللي بلشت علاقتنا فيها مع هالعالم. اكتبوا لنا بالتعليقات مين أول ظهور حسيتوه كان الأقوى، وكمان مين بيتذكر شو الحدث المهم يلي صار بأول حلقة وشغل كل أهل الحارة. كمان اكتبوا لنا بالتعليقات، ويا ريت ما تنسوا الإعجاب والاشتراك لحتى يوصلكن كل جديد.